صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. النهاردة معايا وصفة جديدة سهلة وبسيطة جدا، وما بتحتاجش وقت ولا مجهود ولا مكونات كتير، كلها حاجات سهلة كده من البيت. هي ترند اليومين دول وفي قنوات كتيرة عملتها. كازان دبي. هي كل مكوناتها مهلبية عادية خالص، مهلبية تركي عشان هنضيف لها دقيق. آه سهلة جدا وبسيطة، بس الفكرة في الترند ده ان احنا بعد ما هنسويها هنعمل كراميل ونفضيها في صينية، وبعد كده نلفها رول زي ما شفنا في اغلب القنوات. هي سهلة وانا هعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا، هتقدروا طبعا تطبقوها، لكن هقول لكم رأيي فيها بعد ما نعملها. المكونات هنا معايا لتر لبن حليب، ومعايا معلقتين ونص نشا، ومعلقة ونص دقيق، وأربع معالق سكر، سكر حبيبات عادي خالص. مكوناتها سهلة سهلة جدا جدا. هنا هنزل بالنشا والدقيق على اللبن الحليب والسكر كمان، وهبتدي ادوب الحاجات دي مع بعض، وكمان الفانيليا مننساش، بودرة او سايلة اللي موجودة عندنا. والسكر طبعا حسب الرغبة، لو حابين تزودوا عن كده دي حاجة ترجع لكم. وهضيف هنا شوية فانيليا سايلة. هبتدي بقى ادوب الحاجات دي على البارد قبل ما نرفعها على النار، ده ضروري جدا لغاية ما الدقيق والنشا والسكر يدوب، كل الحاجات دي تدوب مع بعضها. الوصفة دي سهلة جدا، بس أنا رأيي فيها إن مش بالطريقة دي نعملها. زمان كانت أمهاتنا بتعمل المهلبية في الأطباق الصغيرة أو في الكاسات، وكانت بتبقى شكلها لطيف وبيبقى بتأدي الغرض، لكن إن احنا نفضيها في صينية ونعملها رول دي بتبقى مش لطيفة قوي يعني. او ده رأيي، ان انا شايفاها كده مش لطيفة. يمكن شكلها في تغيير، لكن الافضل ان انا بالنسبة لي ان انا افضي ده في كاسات، وممكن برضو نعمل الكراميل ونضيفه في قاع الكاس او الطبق الصغير المخصص للمهلبية او الرز بلبن. كانت هي الاطباق او الكاسات دي اللي بنفضي فيها المهلبية بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده صفار بيضة، علشان الصفار ده تقريبا كمان عشان نعزز الطعم، لان انا ممكن برضو اضيف مكعب زبدة، بس انا اكتفيت بصفار البيضة. ودايما صفار البيضة يطلع مظبوط جدا، لكن جه المرة دي عشان انا بصور طلع مفتوح كده، بس برضو مش مهم، برضو صورته كده. هدوب كل الحاجات دي مع بعض وهرفعها بعد كده على النار. لو انت عايزة تضيفي مكعب زبدة جهزيه، لانه في نهاية ما هتنزل على النار هنضيف مكعب الزبدة، لكن انا اكتفيت بالصفار البيضة بس. كده انا كنت رفعتها على النار، وايدي لازم تفضل فيها بصورة يعني مستمرة، ما سيبهاش خالص، لان انا لو سبتها هتكون طبقة في قاع الحلة او الكسرونة اللي انتي بتسويها فيها، ومش هتبقى طعمها حلو قوي ومش هتبقى احسن حاجة. لكن لما تبقى ايدك فيها تستوي كويس لغاية ما تبقبق كده من الحروف وتستوي وتعمل فقاعات زي ما احنا شايفين نفس الصورة دي كده. هي مش هتاخد وقت كتير على النار. هشكنها بقى على جنب، وهبتدي هنا هجهز معايا صينية دي مقاس 30، لان معايا كيلو لبن حليب. لو انتي عايزة تعمليها في مقاس 28 هتستخدمي كيلو الا ربع لبن، 750 جرام. هنا هنزل بحوالي 3 معالق سكر حبيبات. في الوصفة بيستخدموا سكر بودرة علشان يبقى سريع ويتكرمل بسرعة. أنا هنا استخدمت سكر حبيبات عادي، هي مش هتفرق كتير. هتسيبيه حبة صغيرة على نار هادية لغاية ما يتكرمل كده، وبعد كده هننزل بالمهلبية اللي احنا كنا جهزناها في البداية. مش هتحركي ولا اي حاجة، اهي كده خلاص السكر ابتدى يدوب. هنزل كده بقى بالمهلبية. اول كبشة دي هبتدي كده ادورها بالكبشة اللي في ايدي كده في الكراميل، وبعد كده هوزع المهلبية بتاعتي زي ما احنا شايفين بنفس الصورة كده. وفي الأثناء دي أنا ما كنتش طفيت النار، برضو هادية زي ما هي. لما ابتدي هوزع كده المهلبية هطفي النار بعد كده، طبعا عشان أنا بصور وفي نفس الوقت بوزعها،
يمكن التصوير مش حلو أوي في الجزئية دي بس واضح، المهم إن هو واضح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش كل الترندات بتبقى حلوة على فكرة، في ترندات بتبقى ناجحة وبتبقى الوصفة لطيفة، دي الوصفة لطيفة وكل حاجة، لكن اللي معجبنيش فيها إن احنا بنفضيها في صينية. يمكن لو كنا فضيناها في كاسات كان بالنسبة لي أفضل. كده خلاص أنا كنت وزعت المهلبية بتاعتي وسبتها تهدى، وبعد ما هتهدى وهتروح منها الحرارة خالص هدخلها التلاجة شوية صغير، يعني كده حوالي نص ساعة ساعة بالكتير. هخرجها بقى وهبتدي دلوقتي أقطعها بصورة كده طولية علشان أعملها رول. هو تغيير، والوصفة إن شاء الله تعجبكم وتجربوها يعني تكونوا المكونات والمقادير مظبوطة علشان تخرج لكم كده سليمة وتبتدوا تلفوها بالطريقة دي، يعني ما نقللش في حاجة وما نزودش في حاجة عشان تطلع مظبوطة. وطبعا لو الوصفة عجبتكم والطريقة عجبتكم ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بعمله، وما تنسوش اللايك، وما تنسوش لو عجبتكم قولولي في التعليقات. هنلفها كده بطريقة سهلة جدا وبسيطة. لو عايزة تضيفي جوز هند على الوش تضيفي شوية مكسرات، يعني دي حاجة ترجعلك. لو حابة تزودي السكر اكتر من كده في الكراميل برضو دي حاجة ترجعلك، بس انا كنت شايفة ان هو كده كفاية قوي ومظبوط. وخرجت بالشكل الحلو ده كده. يا رب الوصفة تعجبكم وطريقتي تعجبكم. وضفت شوية كده مكسرات من فوق، حاجة بسيطة خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.